تحياتي. معنا عملة تذكارية لسوق الإنتاج الصناعي والزراعي القاهرة، وهي الملقبة بلقب الترس، الجمهورية العربية المتحدة، 20 مليم، إصدار عام 1958، ميلاديا 1387 هجريا، فئة 20 مليم. العملة دي طبعا مش نحاس عشان خاطر نبقى عارفين كويس، هي عبارة عن سبيكة من الألمنيوم والبرونز وصبغة باللون النحاسي فقط، عشان كده واخدة اللون النحاسي، لكن هي مش معدن النحاس. فانت حضرتك لما تيجي تشتريها محدش يخدعك ويقولك ان هي من معدن النحاس واغلى. هي سبيكة من الألمنيوم والبرونز واللون النحاسي فقط. الجمهورية العربية المتحدة، 20 مليم، زي ما قلنا إصدار 1958 ميلادي. عفوا، دي عملة تذكارية سوق الإنتاج الصناعي والزراعي القاهرة. دي ملقبة بلقب الترس، هي معروفة بلقب الترس. عشان الترس العالية دوت. هي عموما زي ما انتوا شايفين الحالة اللي معانا ديت مش حالة، مش أنصر. كلمة أنصر دي تعني إنها جديدة، لسه كأنها لسه خارجة من دار السك طازة، يعني بشوكها. عموما سعر الحالة اللي معانا دي ب10 جنيه مصري فقط لا غير. طبعا إذا انت حضرتك لقيت منها اللي هو العود بالكامل بيكون سعره أغلى، ولو هي مثلا أنصر تماما كأنها لسه خارجة من دار السك سعرها ممكن يوصل 20 جنيه، لكن ما بتزيدش عن كده، عشان ما نسمعش أرقام كبيرة ونيجي نقول أنا اشتريت برقم كذا رقم كذا ورقم كذا. لا 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 يا فندم، هي حضرتك هي سعرها في حدود دي. أتمنى إن حضراتكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ونقول مرة تاني ديت تذكارية سوق القاهرة الإنتاج الصناعي والزراعي الملقبة بالترس. سعرها حاليا بنفس الحالة ديت ب10 جنيهات مصرية فقط لا غير. اتمنى ان حضراتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. لو الفيديو عجبك اعمل لايك، في حالة لم يعجبك اعمل ديسلايك، وشكرا لكم.